سيدنا عمر كان يصلي واحد المره دار قال واش راه يدير عمر؟ الصحابه يشوفوه يصلي وسيدنا عمر يديها. انتم ما راكوش شايفينها زوج زعما. كي كمل قالوا له سيدنا عمر واش تصلي وانت دير زوج هكذا؟ واش النصر علامه النصر ولا؟ قال لهم جاني ابليس وانا نصلي قال لي مشى لك الوضوء. قلت له لامك جيب زوج شهود لك. هو في الصلاه يقول له جيب لامك زوج شهود. الله اكبر الحمد لله اكبر. وهو الشيطان يقدر يجيب زوج شهود ما عنده منين يجيبهم؟ واش يجيب الشياطان؟ ما يجيب الشياطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الا كان شي واحد سمع كشوط غرغر ما يقطعش الصلاه وما يوليش يتوضا الا اذا سمع صوتا او شم ريحه. قالوا ما تقطعش والو قطع لمو جدرها. قطع له صافي ما غاديش يبقى يجيك لا في الصلاه لا والو. كيف اخرج باذن الله من الابتلاء سالما غانما؟ هذا السؤال هو انا اللي نسقسيه وانت تسقسيه وكل شيء نسقسيوه. ولذلك هذا هو السؤال الجواب نتاعو في الدرس الرابع ان شاء الله تعالى. كيف ان شاء الله تخرج من الابتلاء سالما؟ انا غادي نقول لك كيف تخرج، ماشي معنى راك غادي تخرج سالم 100%. نقول لك غير الوسائل اللي تستعان بها ان شاء الله تبارك وتعالى لعل الله تعالى يحفظ عليك ايمانك وتروح لسيدي ربي وانت مؤمن ان يعطيك غير شي كنينات والطبيب يعطيك الكنينات. قول تبرا قول ما تبراش. إلا درتهم بواحد الطريقة مزيانة وفي الوقت نتاعهم وصبرت عليهم وحافظت عليهم يمكن إن شاء الله تجيب النتيجة. بصح لا أنت قال لك دير الكنينة ولكن ما تاكلش. وشحال تاكل؟ أنت درت الكنينة وكلت 3 كيلو هندية و2 كيلو كرموس و16 غرفية حريرة. درت الكنينة ولا ما درتش؟ درتها ولا ما درتهاش؟ درتها. لا درت الكنينة. درت ولا ما درتش؟ درتها. درت الراني تاع الطبيب ولا ما درتش؟ درتها. والجهه الاخرى اللي قال لك فين غادي تبان الكنينه مع 16 كيلو تاع الكرموس؟ فين غادي تبان؟ ولذلك انا غادي نقول لك هذه كنينه هذه كنينه هذه كنينه هذه كنينه. العلم انت العلم من سلك طريقا يلتمس طريقا. غير نقول الجماعه عليكم بالجماعه فانما يكذبون الغنيم القصيده الاخوه هو الرفيق الصالح. نقول لكم يعني واحد مجموعه نتاع المسائل وفيها كل وحده محاضره نقولها لكم. المحافظه على الصلوات في وقتها، الدعاء مجموعه قراءه القران مجموعه. دير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ودير على اللي قد دير المسائل ديالك. ولكن واش معناه انك غادي 100%؟ انت كدير الدواء ولكن يبقى اللي يبقى واسمه هو ان لا تقطع صلتك بربك وان لا تغتر بذلك وتقول هذا الدواء هذه غير سبب لان اللي يدوي هو الله. عمرو يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كي ندير باش ربي راه راضي عليا ولا لا؟ انا واحد نقول لك حبيبي. واحد النبي قال سيدي ربي قال له يا ربي كي ندير نعرف باش راك راضي عليا وتحبني والا راك سخط عليا وتبغضني يا رب. هذا نبي. هذه موجوده في كتاب احياء علوم الدين الغزالي. سأل نبي ربه فقال يا ربي هل هنالك من علامة أعرف بواسطتها أنك تحبني وترضى علي؟ وهل هنالك من علامة تدل على أنك ساخط علي؟ قال له فأوحى الله إلى نبيه فقال أقل إذا أحبك فقراء ومساكين مدينتك فتلك علامة حب الله لك، وإذا أبغضك فقراء ومساكين تلك البلدة فاعلم أن تلك علامة سخط الله عليك. والله سيدي راني عطيتها لك يا سيدي، راني عطيتها لك اديها، راني عطيتها لك، راني عطيتك هالعلامة. شوف روحك راك داير مع المساكين شوف روحك راك داير مع المنكسرات قلوبهم، مع اليتامى، مع المهرسين، مع اللي ما صابوش اللي يوقف معاهم. شوف المساكين اللي بجيرانك واش راهم يقولوا عليك، واش راهم يقولوا الله يعمر سلعه ولا الله يقولوا الله شوف هذه علامه، والعلامات بزاف. انا عطيتك غير واحده سيدي. هذا الشيء راه كمل ان شاء الله. بلغ المسجد ان يسبب عدم الخشوع. هذا قال لكم سيدي هو راه مجرب باين الخشوع ما يكونش عندنا في الصلاه منين نجيو نديروا التراويح، هو كثره الحريره يرحم والديك. هذه معلومه مهمه راه باينه، لان لا شربت مثلا 7 غرف تاع الحريره وجيت كي غادي دير تخشع.
واحد جا حدا النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، يأكل أحدكم ملء بطنه ويجي عندي يبقى يتقي عليه. واحد كلا الزيتون خير ربي ومشى يدير الدرس بحالي وبقى الزيتون كركر بحالي انا مثلا ناكل نبقى نجي يدير الدرس بقى ولا مترايا. اضحك الله سنكم، اضحك الله سنكم. واحد السيد قال لك ادعوا لواحد السيد باش يردوا سيدي ربي راه مشى، الله يردوا يا ربي، الله يردوا للدين يا ربي. وصلى الله على هذه راه كاينه كاع في الجوامع. هذه الظاهره نتاع منين يجيبوا الاولاد الصغار الناس في الجامع، احنا ان شاء الله تبارك وتعالى المسجد باذن الله تبارك وتعالى هو بيت الله، وبيت الله ينبغي ان نحبب فيه جميع عباد الله. وحبذا لو كنا نحبب المسجد الى ابنائنا منذ نعومه الاظفار، هذا الشيء مزيان نجيبوهم وكذا. ولكن عاودك نوقعوا في المحظور الاخر، نقولوا هاك ونقولوا هاك. كاين اللي يجيب ولاده ويطلقهم لنا في الجامع، العبوا لك في الجامع، الناس تصليو وهما يلعبوا بالكره، كاي يدخل بين الصفوف. واش بقات شي صلاه؟ واش بقات صلاه؟ بدعوى اننا خصنا نجيبوا ولادنا. جيب ولادك، ولكن الا كنت تقدر تضبطوا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو الاول، موراه الرجال، موراه النساء، وموراه الاطفال. الاطفال عندهم صف بوحده وراهم مدربين دربوهم بواتهم. اما احنا الاولاد اللي نجيبوهم يبقوا يلعبوا لنا كاشكاش، يلعبوا لنا في الجامع كاشكاش. اقبض ولادك، ولا بطلوا على ولدك يقبضوا يبقى خاطر يقول لك انتم راكم تجروا مور البزاوز. يا ولد عمي البزاوز غادي يبقاو يجروا مور الكبار، راه غادي تنقلب درك. البزاوز غادي يبقاو يجروا مور الكبار. عندنا احنا واحد الجامع سمحنا للبزاوز يبقاو يجيو، حشمنا ببواتهم شويه شويه حتى ولاو يدخلوا ما بين الامام ويلعبوا قوش صلى يا محمد صلى. قال لك اللي يسحر مع البزاوز يصبح فاطر. هذا الزيز هذا. سيد النبي منين كان يجي الولد كان يجي غير واحد يركب له على ظهرهم، ما كانش يجيو كاع البزاوز تاعهم يجري منا يجري منا. الله يرحم والديكم قبضوا بزاوزكم، جيبوا بزاوزكم وقبضوا بزاوزكم. ما غاديش يقول لك ما تجيبش بزاوزك، جيب بزك. وبزك شكون هما البز؟ 7 سنين 8، اما حتى 2 و3 سنين و4 سنين هذا ما يميزش. هذا 4 سنين الا جا الجامع يحسب باين راه فين راه يحسب؟ راه في لوطيل ولا ما يعرفش اسمه هو الجامع، مازال ما يميز. ولذلك ربما تجيبوا للجامع ويدير شي حاجه في الجامع كاع ما تكونش كاع. يلا نوضها تاكل شيشه. اضحك الله سنكم. الله يجعل مولانا يكرمكم، الله يجعلنا من المتحابين في الله. وهذوك الناس اللي راهم في الطرف وراهم زعفانين يقولوا علاش يطول علينا وخصنا النضوء، الله يرفع قدرهم عند رب العالمين، والله يجازيهم بخير، والله يكرمهم. وصلى الله على حبيبنا محمد.